أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا البث الحي والمباشر الذي يخص معرض الإنتاج الجزائري. إذا مشاهدينا، قبل قليل وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة عدد من أعضاء الحكومة إلى قصر المعارض الصنوبر البحري، حيث افتتح الرئيس الطبعة 31 لهذا المعرض، والذي سيدوم إلى غاية 23 ديسمبر. تأتي هذه الطبعة إذن تحت شعار المؤسسة المنتجة أساس النمو والتطور الاقتصادي، وستعرف مشاركة 565 مؤسسة منتجة. إذن للمزيد من التفاصيل في تقرير عمر بتقى. في ظل التوجه الاقتصادي الذي تعرفه البلاد والانفتاح على الأسواق الخارجية، يأتي معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 31 هذه السنة، حيث من المنتظر أن يعرف مشاركة أزيد من 500 عارض من مختلف القطاعات. المعرض في حد ذاته هو فرصة لعرض المنتوج الجزائري، لعرض القدرات الإنتاجية الجزائرية، ولعرض القدرة الاقتصادية للبلد. إذا اجتمعت هذه المؤسسات في حد ذاتها فهي تشكل قوة اقتصادية مركبة. معرض سيساهم في دفع المؤسسات الناشطة في السوق الجزائرية نحو الأفضل، لا سيما وأن السلطات العمومية تولي أهمية للرفع من قيمة الإنتاج الوطني، وذلك من خلال رفع كافة العراقيل على مسار التنمية في البلاد. تحرير الاقتصاد، إذا حررت الاقتصاد تتحرك العجلة من ورائه ويتحرك الإنتاج ككل. معرض إنتاج وطني هو فرصة كبيرة لتثمين القدرات الإنتاجية والتنافسية وللتعريف بالسلع المنتجة داخل التراب الوطني. موعد اقتصادي هام تسعى الجزائر من خلاله لإبراز كافة الكفاءات التي تمتلكها، خصوصا وأنها تعمل على فرض نفسها إقليميا وقاريا. إذا مشاهدينا، خلال افتتاح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمعرض الإنتاج الجزائري، دعا إلى إحصاء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية التي يرخص لها التصدير نحو إفريقيا، وكذا ضرورة تصدير النسيج إلى الأسواق الإفريقية من بينها مالي، النيجر وموريتانيا. إذا للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة إسماعيل بوفليح رئيس تحرير قناة الوطنية. أهلا بك إسماعيل. مرحبا سيليا، تحية لكل المشاهدين، طبعا لمواكبة أشغال المعرض الإنتاج الجزائري الذي يعتبر معرض مهم جدا في الظرف الحالي. نعم، إذا إسماعيل، ما رأيك في ما هي قراءتك لتصريحات رئيس الجمهورية خلال افتتاحه لمعرض الإنتاج الجزائري اليوم؟ هي أولا يجب أن نركز على نقطة هامة جدا ممكن من خلال قبل أن نتحدث عن تصريحات رئيس الجمهورية، إشراف رئيس الجمهورية على معرض الإنتاج الجزائري. هذا يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالمعرض الإنتاج الجزائري ومعرض والإنتاج الجزائري بوجه الخصوص، نظرا ممكن للتوجه الجديد والاستراتيجية الجديدة للدولة الجزائرية لمواكبة وأيضا تنويع مصادر الإنتاج والاقتصاد الجزائري، إضافة إلى ضرورة ممكن الذهاب نحو إنتاج جزائري خالص 100%، والتوجه نحو التصدير إلى دول أخرى، لما لا الدخول إلى الأسواق الإفريقية التي تبدو مهمة جدا. ومن هنا ممكن نقرأ تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الإحصاء الدقيق للشركات والمؤسسات. تحدث على هذا الإحصاء أنه ليتسنى ممكن للمسؤولين وأيضا الجهات الوصية والوزارات الوصية لمعرفة هذه الشركات، وضعها الاقتصادي، ممكن تواجدها، منتوجاتها، أيضا قيمة إنتاجها على المستوى المحلي، ممكن أيضا
لضرورة معرفة حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد. ومن هذا الجانب تحدث رئيس الجمهورية وقال أنه يجب تنظيم أيضا قيمة إنتاجها على المستوى المحلي، ممكن أيضا لضرورة معرفة حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد. ومن هذا الجانب تحدث رئيس الجمهورية وقال أنه يجب تنظيم أيضا سوق التصدير أو ميدان التصدير. وهنا ممكن على عكس الحديث أكثر حول يعني تنظيم مجال الاستيراد، اليوم رئيس الجمهورية تحدث عن مجال تنظيم التصدير، وهذا يؤكد أيضا أن الجزائر يجب أن تصل إلى معرفة دقيقة ممكن لاحتياجات السوق الوطنية ليتسنى عدم تصدير مواد ممكن لديها على الأقل نقص على مستوى المحلي، أو يجب أن تكون ممكن داعمة ل يعني تلبية السوق الوطنية. وهنا يعني يكمن أهمية تصريحات رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ركز من خلال هذا المعرض، وأكيد أن الحضور والوقوف في معرض الإنتاج الجزائري والحديث مع المتعاملين الاقتصاديين ومع ملاك الشركات والتواصل معهم ومعرفة ممكن حتى انشغالاتهم الأساسية، هذا ممكن يعطي محفزات للشركات الجزائرية، ويعطي أيضا دعم أيضا لهؤلاء المتعاملين والمستثمرين لكي يقومون بمجهودات أكثر ممكن للذهاب ويعني تطوير الإنتاج الجزائري. يجب أن نتحدث على هذا الإنتاج الجزائري الذي يبدو أنه هناك توجه جديد وهناك استراتيجية جديدة لدعم المنتوج الجزائري، لكن الخطوات ستبقى كبيرة وأيضا طويلة جدا، طويلة الأمد، لأنه السوق الوطنية كبيرة جدا. الجزائر بمساحتها الشاسعة وأيضا كبر المساحة وكبر أيضا تعداد السكان الذي يتزايد يعني كل سنة، هذا ممكن يجب أن نذهب ممكن إلى كما قلنا إحصاء دقيق لهذه المؤسسات والشركات ومعرفة ممكن هذه الحاجيات التي تحتاجها. نعم، إذن بالحديث حول المنتوج الجزائري، إذن لنتحدث قليلا حول جودة المنتوج الوطني. ما هي ربما التدابير المتخذة لتحسين الجودة؟ نرى أن هناك مجهودات تبذل لتقديم منتوج أحسن وأفضل. هل يمكن القول أن المنتوج الجزائري ينافس المنتوج الأجنبي؟ نعم، وهو سؤال جوهري جدا. جودة المنتوج الجزائري ممكن لمعرفة هل يمكن الاستغناء عن المنتوج الأجنبي، يعني بالحديث عن المنتوج الجزائري. المنتوج الجزائري حاليا أكيد أنه هناك إجراءات وهناك تدابير وهناك عمل ومجهودات يعني كل مرة لتحسين المنتوج الجزائري. أكيد أنه الخطوات لا تزال يعني مستمرة، وأيضا المشوار والمجهود لا يزال يتطلب الكثير من العمل للوصول إلى منتوج أحسن. أيضا لا نقول الاستغناء عن المنتوج الأجنبي، لأنه الاستغناء عن المنتوج الأجنبي هي دراسات أخرى، هي بحكم منافسة في السوق. أكيد أن الأسواق في العالم في مختلف الدول هناك كل المنتوجات، وهذا ممكن يخلق المنافسة ويخلق أيضا دعم واستقرار في الأسواق، وأيضا يحسن ممكن أسعار هذه المنتوجات. لكن من جانب آخر لو نتحدث عن جودة المنتوج الجزائري، هناك الشركات تعمل، هناك شركات يعني تقدم منتوجات راقية جدا وتنافس، وممكن الكثير من الشركات الآن تصدر منتوجاتها للخارج. وأكيد أنه لما تصدر منتوجاتك للخارج معناتها أن منتوجك يعني خليني نقول يراعي المقاييس المعمل بها على المستوى الدولي، وهذا مهم جدا. هناك شركات يعني تعمل ويجب أن تواصل أكيد، وهنا يجب أن يكون هناك دعم للمصدرين أيضا من قبل السلطات لإنتاج أكثر ولتصدير أكثر وتحسين مستوى المنتوج الجزائري. الجودة
من جانب آخر هناك شركات أيضا تتطلب أيضا عمل أكثر على تحسين يعني منتوجها، وهنا يجب أن نتحدث على ضرورة وجود منافسة في السوق. ضرورة وجود المنافسة في السوق هي التي ممكن تحسن الجودة في الأسواق، وهذا ممكن من خلال الاستراتيجية الجديدة للدولة الجزائرية ومن خلال ما تعمل عليه السلطات الجزائرية ممكن أن يحسن أكثر في المنتوج الجزائري من خلال يعني خلق منافسة في الأسواق، خلق أيضا ودفع عملية الإنتاج سواء المحلي، وأيضا من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب بالدخول إلى الأسواق الجزائرية. هذا ممكن أيضا أن يفتح الباب للمنافسة في الأسواق. لو نتحدث على يعني الجودة والمنافسة، هنا نثمن ممكن أيضا قرارات السلطات أيضا إعادة تنظيم سوق الاستيراد، وأيضا فتح مجال الاستيراد لبعض المواد الهامة والمواد الأساسية التي تحتاج، خاصة المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المحلية والمنتجات الجزائرية. فهذا ممكن أيضا سيحسن ويقدم دعما أكثر وأفضل لجودة المنتوج الجزائري. لهذا أعتقد يعني في الحديث عن المنتوج العمل سيبقى متواصل. هناك شركات يجب أن تدعم للوصول إلى منتوج أفضل، أيضا فتح باب المنافسة من خلال تشجيع الاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ وهو ساري المفعول الآن. يبقى فقط يعني تحفيز هذه الشركات الأجنبية بالدخول والاستثمار في الجزائر. هناك بعض الشركات التي بدأت تتواصل من خلال ممكن الدبلوماسية الاقتصادية التي فعلها رئيس الجمهورية منذ توليه إلى الحكم، وزياراته المتكررة للعديد من الدول، وأيضا لقاءات الشراكة مع الدول الأجنبية. هذا ممكن سيدعم أكثر بدخول هذه الشركات الأجنبية للسوق الجزائري. طيب أستاذ بوفليح، بالحديث على حول قانون الاستثمار الجديد، هل سيساهم هذا المعرض في رفع الناتج الوطني في ظل القرارات الهامة أيضا التي اتخذتها الدولة الجزائرية من خلال قانون الاستثمار الجديد ورفع العراقيل أمام المصنعين والمستثمرين ومنحهم رخص الاستغلال؟ صحيح، نقطة رفع العراقيل مهمة جدا، ويعني وهنا ممكن هناك إحصاءات دوما تقدمها أو يقدمها مجلس الوزراء الذي ينعقد دوما من قبل أو برئاسة رئيس الجمهورية. في كل مرة كان يقدم يعني إحصاءات دقيقة حول عدد الشركات وعدد المؤسسات التي تم رفع العراقيل عنها، وهذا يخلق أولا مناصب الشغل في المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى أيضا يعني خلق ودعم الإنتاج الوطني ودعم الناتج المحلي الجزائري. العديد من الشركات تم رفع العراقيل عنها، العديد من الشركات أيضا لا تزال تعاني من عراقيل، يتوجب أيضا العمل ورفع العراقيل عنها لتقديم خدمة أيضا لهذه الشركات وتشجيع أيضا المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار والدخول وأيضا العمل أكثر، خاصة في المناطق، خلينا نقول هناك مناطق يعني المحلية والمناطق الداخلية، الولايات الداخلية والولايات الجنوب، التي الآن هناك عمل لتشجيع توجه المستثمرين إلى هذه المناطق من أجل خلق يعني ثروة وخلق مصانع وخلق أيضا إنتاج على مستوى هذه المناطق التي من شأنها أن تكون مشاريع ترفع من مستوى التنمية في هذه المناطق، وأيضا تخفض نسب البطالة التي تعاني منها كثيرا هذه المناطق. إذن رفع العراقيل هي سياسة جديدة وسياسة أيضا تبنتها الدولة الجزائرية لحد الآن، وتواصل العمل على رفع العراقيل لأكثر ممكن من الشركات. أكيد أنه هناك القانون يحكم أيضا على وضعية هذه الشركات وأسباب ممكن تأخر الأشغال فيها وعدم منحها الاستغلال، رخص الاستغلال، ممكن يعود إلى القضاء الذي هناك القضاء الإداري، وهناك أيضا من باب الحديث على هذه العراقيل نثمن ممكن إدراج أيضا واستحداث المحكمة التجارية التي ستكون فاعل أساسي في يعني حل مشاكل هؤلاء المستثمرين
تسريع حل المشاكل، لأنه الآن المشكل الذي يطرحه أكثر المتعاملين والمستثمرين هو الوقت، يعني طول الوقت في حل المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات. فلو من خلال استحداث هذه المحكمة التجارية المتخصصة في المجال التجاري والمتخصصة في هذه الشركات ممكن ستساهم وستسهل يعني حل مشاكل هذه الشركات، وأكيد عودة الإنتاج ورفع كل المشاكل التي تعاني منها لعودة الإنتاج لهذه الشركات. نعم، ربما ما أهمية هذا الحدث الاقتصادي في ظل الاتجاه الذي تبنته السلطات بالانفتاح ربما نحو الأسواق الخارجية؟ صحيح، الأسواق الخارجية، وهنا لو نتحدث على ما تحدث عليه رئيس الجمهورية اليوم في تصريحاته، قال أنه سنفتح المقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي في 2024. هذا من باب يعني أكيد أن هذه الدول مالي النيجر موريتانيا هي دول جوار للجزائر، يعني هناك معابر حدودية، نتحدث عن معبر الحدودي مع موريتانيا الذي فتح، وهناك أيضا نشاطات وتبادل تجاري متميز جدا مع موريتانيا في الوقت الحالي. مالي أيضا مع تأمين المناطق الحدودية، لأنه مالي التي تعاني ممكن من مشاكل أمنية، أكيد أنه ضرورة تأمين هذه المسالك والمعابر يعني العمل أكثر وتحسين التجارة الحرة بين البلدين. أيضا هناك النيجر النيجر كما قال رئيس الجمهورية، النيجر التي تعاني ممكن أيضا من أزمة سياسية وأمنية حاليا. مهم جدا أيضا فتح الباب وفتح التجارة مع النيجر وبقائها على أو رفع المستوى التبادل التجاري مع النيجر، لكن لحد الآن الأوضاع السياسية ممكن ستحول ضد ممكن يعني عمل هذا المشروع إلى حين ممكن إلى حين تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في النيجر. لكن خطوات مهمة جدا، لأنه يعني دول جوار، وأيضا دول من شأنها أن تفتح السوق نحو إفريقيا، لأنه لو نتحدث على مالي أو النيجر أو موريتانيا هي بوابات أخرى أيضا لأسواق إفريقية أخرى. لا نتحدث عن السنغال التي هناك أيضا تبادل وشراكات متميزة مع السنغال. لو نتحدث على دول أخرى نيجيريا، البنين، دول غرب إفريقيا التي تعتبر أيضا مكان وأيضا يعني مشروع أو سوق واعدة للاستثمار هناك. والجزائر أكيد لو تعمل ستجد يعني نفسها كورقة قوية جدا في هذه الأسواق الإفريقية، إضافة إلى الأسواق الأخرى في إفريقيا، أكيد بفتح ممكن الخطوط الجوية الجديدة الإضافية التي ستساهم وستسهل أيضا عملية التبادل التجاري بين هذه الدول. فكل هذه يعني هذه المشاريع وكل هذه الخطوات وهذه الإجراءات ستساهم أكثر ممكن في رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية والأسواق والدخول ممكن إلى الأسواق الخارجية. طيب، لو نتحدث قليلا على عدد المشاركين، كيف ترى الارتفاع في عدد المشاركين في هذه الطبعة إلى 580 مقارنة مع الطبعة الفارطة ربما التي عرفت مشاركة 464 عارضا؟ هل هذا الأمر يبرز اهتمام الشركات الوطنية بهذا الحدث الاقتصادي؟ نعم، أكيد هو يبرز اهتمام هذه الشركات، وأيضا يبرز من جانب آخر أنه هناك تسهيلات يعني مقدمة للشركات والمستثمرين للدخول والاستثمار. هذا مهم جدا. يعني لما نتحدث بلغة الأرقام، يعني عدد الشركات المشاركة من سنة إلى أخرى ارتفاعها يؤكد يعني الخطوات الإيجابية والنتائج الإيجابية المحققة في يعني دعم هذه الشركات للاستثمار على المستوى المحلي والمستوى الوطني، وأيضا الرفع من مستوى الإنتاج الجزائري. اليوم المعرض الإنتاج الجزائري أيضا هو فرصة لهذه الشركات أن تتعرف على أو تقدم أو تقوم أيضا بتبادل يعني آراء وتبادل خبرات وتبادل
حتى ممكن إقامة اتفاقيات مع شراكات وتوأمات بين هذه الشركات، وهي مهمة جدا لأن الشركات أكيد لا يمكن شركة وحدها أن تعمل لوحدها مثل ما تريد. كل شركة لديها الخصائص ولديها النقائص التي تعمل عليها بإضافتها من خلال توائم وشراكات مع شركات أخرى. فهذا المعرض هو فرصة أكيد لهذا المتعاملين أنه يلتقوا بيناتهم ويعملوا أكثر على ممكن يعني تبادل كما قلت الخبرات وتبادل كل ما يمكن بالرفع بمستوى هذه الشركات. أيضا هناك نقطة أيضا لو نتحدث على هذه الشركات والمعرض، هو هذا المعرض أيضا يدخل في إطار ممكن ترويج أيضا لهذه الشركات، أنه تعرف بمنتوجها على المستوى سواء للجمهور الذي أكيد بعد ممكن اليوم سيكون الأبواب مفتوحة لكل الزائرين للدخول إلى المعرض، وسنشهد أكيد أرقام كبيرة، وهو على غرار كل سنة دوما معرض الإنتاج الجزائري عودنا كثيرا على حضور زائرين كثر ممكن من مختلف الولايات سيزورون أجنحة وأروقة هذا المعرض، ثم من خلال زيارتهم أكيد سيتعرفون على هذه الشركات وسيتعرفون على منتجاتهم، وهذا ممكن هي يعني ومضة إشهارية يعني لمنتوجاتهم أنه يتعرف عليها المنتوج أو المستهلك الجزائري. ثم هذا أيضا يدعم يعني فكرة التواصل مع الجمهور، وأيضا فتح فضاءات ممكن للتعرف على قيمة وأيضا أهمية هذا المنتوج لدى المستهلك الجزائري. نعم، طيب شكرا لك إسماعيل بوفليح رئيس تحرير قناة الوطنية، نشكرك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا، إذا نصل إلى ختام هذا البث المباشر الذي تطرقنا فيه إلى أهم النقاط التي تحدث حولها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري. مشاهدينا، نوافيكم بتفاصيل حول هذا المعرض في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.